قدامك دي كده دلوقتي، وقلت يلا حمار بمعنى الكلمة، مش عارف اي حاجة. في بداية رحلة تعلمك للهاكينج يا صديقي العزيز، طبعا واكيد هتحتاج فلاشة زي دي كده علشان خاطر تحمل لينكس عندك كنظام اساسي وتخليه على البارتيشن. فانا النهاردة جاي اشارك معاك تجربة اول مرة حرفيا احمل فيها لينكس وحرقت الفلاشة. الفيديو دوت مهم لأي شخص سواء هيتعلم الهاكينج او سواء عايز يحرق نظام تشغيل على فلاشة، لان انا بتهيألي المشكلة ديت حصلت معايا كده انا بس. فضروري جدا يا قلب اخوك ان انت تسمع فيديو ازاي الفلاشة اتحرقت. كمل معايا الفيديو الاخر يا قلب اخوك، وهشرح لك بالظبط ازاي الكلام دوت حصل، وازاي فلاشة كانت 16 جيجا عشان المشكلة مش في المساحة خالص اتحرقت يا قلبي. القصة بدأت يا صاحبي اول ما انا قلت ان انا هبدأ اتعلم الهاكينج، وربنا هداني وكرمني ويلا بينا ندخل الفلاشة المحروقة في الجهاز، واللي الجهاز رافض تماما ان هو يقرأ الملفات ديت او يعمل عليها حرفيا اي حاجة. والسبب هنا بقى ان لينكس واقف على الجهاز، واقف على الذاكرة ذات نفسها، وقام قايم لينكس يا صاحبي بحرق كل حاجة على الفلاشة. ايه هي الفلاشة؟ حرق الذاكرة ذات نفسها اللي على الفلاشة، ودوت ممكن يحصل في اي نظام تشغيل حرفيا. طيب ازاي الكلام دوت حصل وازاي حصل معايا دوت اللي انا هشرحه لك بالخطوات وبالتفصيل الممل. فصلي على النبي كده وتعالى بينا نبدأ بأول حاجة. بص يا مان، انا هشرح لك كل حاجة حصلت معايا بالتفصيل الممل. انا في بداية رحلة تعلمي جبت الفلاشة اللي حضرتك شايفها ديت كده. تعالى يعني كده اقربها لك كده من الكاميرا علشان خاطر تشوف. جبت الفلاشة اللي حضرتك شايفها قدامك دي كده دلوقتي، وقلت يلا بينا هنحمل على الفلاشة ديت لينكس علشان خاطر نبدأ ونتعلم. فجبت الفلاشة وقمت حاططها في الجهاز، وقلت يلا بينا وهنبدأ نتعلم. الفكرة اللي انا عملتها ان انا اشتغلت بطريقة تقسيم الهارد، ان انا هعمل جزء للويندوز وبارتيشن تاني للينكس. فطبعا في طرق كتير جدا على اليوتيوب بقى كنت انا لسه معرفش اللي هو بقى ايه حمل لينكس داخل ويندوز وان انت تقسم البارتيشن. فقمت جايب حضرتك الفلاشة وقلت انا عايز اجيب طريقة تقسيم البارتيشن، وعملت فيها انا الجامد والزعبوط واللي مفيش مني اتنين، وقلت انا اللي هحمل لينكس بنفسي على الفلاشة. وقمت ماسك الفلاشة وحرقت عليها لينكس. وهنا المشكلة بقى يا مان مش في ان انت اصلا تحرق الفلاشة على اللينكس ولا الكلام ده كله. انت لو جبت حرفيا فلاشة 8 جيجا هتساعدك. وهنا انا عايز اقولك اصلا ايه هي المشكلة بالتفصيل. انا جبتها وحطيتها، وبعد ما لينكس اتحرق على الفلاشة بدخل الفلاشة وبتفضل تدوس F12 علشان خاطر تقوم مرجعه تاني. طبعا بقى بتستخدم برنامج اسمه ريفيوس. فالمشكلة ان انا ما اتفرجتش على حد متخصص يدلني ازاي ان انا اصلا اعمل كده. فقلت جايب فيديو لما يعني البتاع دخل كده جوه الفلاشة، فقلت انا عايز اجيب فيديو بقى عايزين نشوف ايه حل المشكلة دي ازاي. لقيته هو عامل اعدادات ونظام، وانا حرقت على دي من غير اعدادات ونظام. فحضرتك احنا بندخل وبندوس لينكس فعلا موجود وبيجي عشان خاطر يتحرق على اللابتوب، فالمفروض ان هو بقى بيقوم محمل. فانت حضرتك هو مش راضي يطلع، انا عمال اجيب انا معرفتش احطه على البتاع. فبكده لينكس هو عالق جوه الفلاشة. فبعد ما انا خلاص بقى فهمت الحكاية بقى وفهمت اصل الموضوع كده يا مان، وقلت خلاص هنطلعه من قلبها. وفعلا طلعته، بصيت لقيته ان هو عشان خاطر قعد فترة طويلة ضغط على الذاكرة. يعني ايه؟ يعني هو لو قعد فترة طويلة اصلا هيضغط على الذاكرة؟ لا، هو الموضوع مش كده. الموضوع ان انت لازم تاخد بالك لو انت لسه في بداية طريقك للتعلم، ان انت وانت بتحرق لينكس لازم تكون واخد بالك جدا في طريقة الحرق على الفلاشة، ولازم تكون سامع من ناس متخصصين وناس مهندسين شبكات وناس مهندسين اصلا سايبر سيكيورتي. لذلك انا اصلا عملت لك الفيديو دوت علشان خاطر اوريك نصيحة انا كان نفسي حد يقولها لي. وعملت لك فيديو برضو اللي هو كان بتاع تثبيت لينكس علشان خاطر انا كان نفسي ان انت تستفاد. فيديو تثبيت لينكس هتلاقيه موجود عندك على القناة،
واحنا مثبتينه على بيئة وهمية، ودوت بصراحة اللي انا بفضله، لان انت كده كده البيئة الوهمية هي نفس البيئة دي. بس انا عشان خاطر يعني كنت لسه حمار بمعنى الكلمة، مش عارف اي حاجة، فقمت مقسم البارتيشن. طب امتى ان انا فعلا احرق لينكس على الفلاشة واستخدمه على اللابتوب؟ انت ما قدامكش غير سيناريو واحد بس تعمل فيه الحركة ديت. لو انت معاك لاب قديم وعارف ان هو مش هيستحمل، لاب 2 رامة 4 رامة وعايز تتعلم، هنا اقول لك بصراحة احترم رأيك جدا يعني، وانا عليك ان انت بتجتهد. طبعا لو هيكون بقى معاك ويندوز 7 اللي هو القديم خالص دوت، هتقوم مسحه وتقوم برضك سامع حد متخصص ويوريك ازاي تنقل من هنا لهنا، او حضرتك تشوف اي حد بتاع كمبيوتر، اي محل بتاع كمبيوتر، ما احنا زي بعض يعني يا مان، وتوريه ازاي اصلا، وتقول له انت عايز تعمل ايه، وهو هيقوم ماسك لك الفلاشه، وهيقوم هو حارق لك، او اصلا هو هيجيب لك اوريدي فلاشه من عنده. فدوت كده كانت يعني حاجه بسيطه علشان خاطر اوريك ازاي تتجنب الخطا اللي انا وقعت فيه دوت. والخطا دوت بصراحه يعني دمرني ساعتها، يعني هو حرق لي ساعتها الفلاشه ديت، قلت انا ما اتعلمتش. الحاجه الاخيره بقى معانا يا مان، وهي يعني نصيحه كنت اتمنى ان حد يقولها لي، بما ان احنا داخلين على السنه الجديده، كل سنه وانتم طيبين. رقم واحد يعني حسن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ابدأ في تعلم اللي انت كنت مأجله. لو انت كنت بتتعلم مجال السايبر سيكيورتي يعني، وانا خد بالك انا ما زلت لحد الان بتعلم، وهبقى اعمل لك فيديو عن ليه انا لحد دلوقتي ما عملتش دورة تعليمية متكاملة اي حد ممكن يتعلم منها. الفيديو دوت قريب ان شاء الله باذن الله يعني هنزله لك، لان هو بيتهيألي من اهم الفيديوهات. وفي ناس طبعا كتير بصراحة على جميع المنصات طالبين مني هو ازاي الانترنت بيكون دولة عبارة مستقلة ودولة مستقلة. طبعا يعني ان شاء الله باذن الله يعني حاجة بسيطة، بس احنا هنعمل عنها فيديو علشان خاطر نقول لكم يعني شرح تفصيلي وشرح معمق. وهعمل لك برضو فيديو عن خطة ازاي تبدأ في 2026، وهقسم لك جدول واضح وتولز تقال اعلم منها، وهقسمها لك على مصادر مجانية ومصادر مدفوعة، وهرشح لك انا بقى الترشيحات بتاعتي. بس طبعا كل دوت ان انت سيادتك تتجنب التسويف، وتبدأ بقى يا مان في الحاجة اللي انت عايز تتعلمها، وربنا ان شاء الله كده يعني هيكرمك. طيب وبكده يا مان بقى طبعا كل الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب اكون فدتك او ضفت لك معلومة. يلا، السلام عليكم.